تخيلوا معايا خوتي خواتاتي العام كامل وانت خدام وصابر وكتكافح وكتجمع سنتيم بسنتيم باش يجي الصيف وتهز وليداتك وتهبط للمغرب باش دوز العطله الصيفيه مع صحابك ومع عائلتك اللي كتشوفهم غير من العام لعام. وكاين اللي عامين وكثر عاد كيشوف وكتجي باش دوز وقت زوين وتسارى وتسافر وتقضي العطله ديالك في امان الله ورعايته. وحتى لهنا كلشي مزيان. وفاش كتجي كتفاجئ بالغلا والفواتير الصاروخيه على ابسط الخدمات السياحيه والفوضى والاستغلال خاصه للناس اللي عندهم ترقيم اوروبي كيبغيو يعصروه. هادشي كيخلينا نطرحوا 3 ديال الاسئله مهمه. اشنو طريف السياحه الداخليه ديال المغرب؟ وعلاش بزاف ديال الجاليه المغربيه قرروا يسافروا لدول اخرى بحال تركيا وماليزيا ودول اوروبيه باش يقضيو الفاكونس ديالو؟ واش هذا الشيء عنده علاقه بالاسعار ولا هذا الشيء غير احتكار واستغلال ديال الوضع الصيفي والموجه ديال الحر؟ نبداو على بركه الله ومرحبا